ادعم النادي الاهلي. في ايه يا عم اسلام؟ هو انت بتشجع النادي الاهلي عشان بطولات؟ دي حاجة هتلاقيها كل واحد جنب منك بيحاول اللي هو يعرض للإدارة أو يبخر أو يداري على فريقه، اللي هو بيبدي مصلحة الأشخاص على الفريق، بيقولها لك. هيقول لك: هو أنت بتشجع عشان بطولة؟ لا يا عم، مش بشجع عشان بطولة. طب ما تدعم النادي. طيب أدعم إيه في النادي؟ أنا دلوقتي جالي ابني في ثانوية مثلا، وقال لي: يا بابا أنا رسبت، يعني سقطت. فأنا قلت له: يا ابني ولا يهمك. فالولا مشي، ولا عاقبته ولا قلت له لا لازم تيجي على نفسك وتذاكر وتخش دروس خصوصية واقفل عليك ومفيش نزول ومفيش فسح مع اصحابك وما قلتلوش اي حاجة من دي، ولا حتى سحبت منه التليفون اللي في ايده ولا اي حاجة، عشان بتوع التربية الحديثة بس ما يزعلوش. فجا السنة اللي بعديها: يا عم ما انا سقطت وابويا عديها لي. ايه يا ابني عملت ايه؟ سقطت يابا. ايه يابا يا اول سنة؟ اه. هنا بقى الصدمة للأب، اللي هي يعني ايه؟ يعني انت من الآخر سكت مرة يا عم، خلاص خد على كده. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي احنا خسرنا بطولة واتنين وتلاتة، جبنا مدير فني فاشل واتنين وتلاتة، جبنا لعيبة صفقات سبوبة بقى الله أعلم، ما عنديش دليل، مرة واتنين وتلاتة. طب احنا ما بنتعلمش من الأخطاء؟ إذا احنا قاصدين نعمل الأخطاء دي. طب والجمهور يا عم هننزل له بيان وصباح الفل والدنيا تمشي. يعني انت بتشجع عشان الاهلي عشان البطولات؟ يا عم انا ما بشجعش عشان البطولات، بس خليني اتفرج على شغل يخليني ادعمك، خليني اشوف روح يخليني اقول لا اللعيبه دي كانت رجاله عملت اللي عليها، الاداره دي عملت اللي عليها، المدير الفني ده فيه شغل، فيه لمسات فنيه. قسما بالله الاهلي بقاله اكتر من 10 12 ماتش، قسما بالله لو بتتفرج على ماتش واحد هتلاقيهم هم ال 12 ماتش بنفس الاداء ونفس المستوى ونفس البساط، نفس النوم. تتفرج تبقى عايز تنام. فمعلش يعني انا اسف في الكلمة، انت دلوقتي طالع بتبرر البيان وبتحاول تتجمله وتقول للناس مالكش دعوة بالناس، الناس بقت فاهمة. بتحاول تقول للناس اللي خلاص اهو في طريق صحيح ماشيين عليه، ده احنا بقالنا سنة ولا سنتين او ثلاثة واكتر كل شوية ننزل بيان ونقوله ما تقلقوش. ولا هي ادونا 6 شهور مهلة وبعد ال6 شهور ادونا سنة وبعد السنة ادونا سنتين، ولا ايه ظروفكم انتوا؟ فالعقل زينة. احنا ناس معلش يعني مش هيضحك علينا بقى مرة واتنين وتلاتة. انا اكتر حد كنت بدعم الادارة وبيتقال عليا بعرض، النهاردة برضه هيتقال معايا بعرض بس العكس. واحد يطلع يشد لي مثلا باتجاه تاني عشان خاطر مثلا بيحب فلان، يقول ولا يوم من ايام حسام غالي ولا حسام البدر ولا محمود طاهر. يا باشا، محمود طاهر يعني مش عايز اتكلم عن رئيس نادي سابق او اي حاجة، بس يعني واحد كان بيستثمر في النادي، والنادي الاهلي مش استثماري ده شعبي. حسام غالي وحسام البدري في يوم من الايام باعوا النادي الاهلي صباح الفل. فولا هم ولا كابتن الخطيب اللي اثر في حق النادي الاهلي اليومين اللي فاتوا دولت ولا السنه اللي فاتت ولا السنتين اللي احنا عايشينهم دول، وربنا يعلم هنطلع منهم امتى. ويا رب يا رب يا رب ما اللي في دماغي يحصل، وان شاء الله نعرف ناخد الدوري دوت، او على الاقل نشارك في دوري ابطال افريقيا. بس مش عشان خاطر واحد اخفق نشيد بناس تاني. هي كلها لعبكه في لعبكه، وملناش غير الجمهور هو اللي دمه بيتحرق. فات يوم في التاني نزل بيان، البيان في ناس حنت عليه وفي ناس مشت ورا جمال جبر ونزل يا ابني واقنع الناس ويلا وهي ماشية. صباح الفل.